ايه رأيك في بيضة مسلوقة سخنة على كده على الفطار؟ بس عمرك فكرت البيضة دي جاية منين؟ البيض دوت من أقدم الأكلات اللي عرفها الإنسان من أيام الفراعنة هما بياكلوه، وكان عندهم رمز للحياة والتجدد وكانوا بيرسموه عليه نقوش كده في الأعياد، وده أصل عادة تلوين البيض اللي مكملة معاك لحد النهاردة. بعد كده بقى الإغريق والرومان حبوه قوي وكانوا بيبدأوا بيه الوليمة، عشان كده كل خير بيبدأ ببيضة زي ما كانوا بيقولوا. ولما دخل بقى العصور الوسطى البيض بقى أكلة الغلابة والملوك، أصل هو أرخص بروتين كان موجود. أما في مصر المصريين خلوا له ألف طريقة وطريقة، في بيض مقلي وفي مسلوق وفي بالبسطرمة وفي الأومليت والسكرامبل، وبقى مكون أساسي في كل الأكلات من أول الكيكة لحد البشاميل. دلوقتي بقى عندك أنواع كتير، بيض بلدي وأبيض وأحمر حتى الأورجانيك، وكل نوع وليه طعمه. يعني ببساطة البيض الصغيرة دي وراها تاريخ طويل قوي من أول الفراعنة لحد فطارك النهاردة. قولولي بقى بتحبوه ازاي، نص سوا ولا أومليت ولا سكرامبل؟